الأفذاذ السباعيون. العلامة الجليل والفرضي الكبير سيدي محمد أو سيد أحمد بن أحمد معلوم السباعي الشنقيطي رحمه الله تعالى، من مؤلفاته نوازل الانكسار والعول، كتاب في التجويد سماه كتاب الأرداف. توفي عام 48 و300 وألف للهجرة. الشيخ سيدي بن الحافظ بن سيدي أحمد السباعي الشنقيطي رحمه الله تعالى، فقيه جليل، من مؤلفاته كتاب البويد في الفقه المالكي، كتاب فتاوى فقهية. توفي في القرن 13 الهجري. العلامة القرآني الشيخ المختار بن حبيب الله السباعي الشنقيطي رحمه الله تعالى، تضلع من معين محضرة آل حبت الشنقيطيين، له 3 مؤلفات في التجويد أشار إليها في مقدمة كتابه بقوله: فإني لما فتح الله علي بعلم مسائل من التجويد قل من تنبه لها من ذكي وبليد، وكثر إنكار بعضها وأهل غمزها وعضها، وضعت في بيان بعضها 3 تواليف. توفي في القرن 13 الهجري رحمه الله تعالى. الشريف سيدي مبارك بن أحمد بابا بن الشيخ المختار السباعي الشنقيطي، عالم جليل وشيخ تربية، كان رحمه الله تعالى مهابا رئيسا في قومه، وقد أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ ماء العينين الفاضلي. من مؤلفاته نزهة العيون في المفروض والمسنون. توفي سنة 59 و300 وألف للهجرة النبوية. العلامة سيدي محمد دليل بن علي بن إبراهيم السباعي الشنقيطي، اشتهر بالولاية والصلاح، وتبوأ مكانة مرموقة في ميادين العلم والفقه. أسس مدرسة تخرج منها عدة عالمات سباعيات، منهن حفصة بنت سيدي محمد دليل، والقارئ الحافظ البكارية، والحميدية بنت علي، والفقيه الجليلة بتاي، وغيرهن. وكانت ولا زالت همة ابن الصحراء عالية كعلو السماء التي جعلها حدودا لخيمته.